to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسامة إبراهيم من قناة أفضل تحميلات. النهاردة أوريكم اليوم طريقة تنزيل برنامج قفل التطبيقات وإزاي تحمي خصوصيتك. البرنامج اهوت، وأسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. هننزل البرنامج ينزل وهرجع لكم تاني، وبكده البرنامج يكون نزل زي ما انتم شايفين. نتك فتح، عايزلك ان انت تعمل نمط. مثلا انا هعمل نمط زي ما انا عايز كده، كل حاجه برضو زي ما انتوا عايزين. حفظ البريد الالكتروني، تم الحفظ كده. خلينا واجهة البرنامج. مثلا اخش على الحمايه، اعدادات الامان، تغيير كلمه السر. مثلا اكتبها كلمه السر مثلا 010 2 1 3. زي ما انتم شايفين كده. مثلا نيجي على حاجة اسمها سحر، حاجة اسمها اخفاء التطبيق، نفعله ونتك محرر. بعدين نضغط اهم حاجة شباك. اهم حاجة نضغط شباك الاول، وبعدين نكتب بقى الرقم اللي احنا كنا كاتبينه جوه. كده فتح لنا البرنامج. نخش بقى على الحماية ونجيب بقى نعمله نمط زي ما انتم شايفين كده اهوت معاكم. وفي هنا حاجة ديت اضافة صورة بدل الصورة الخلفية بتاعت الجهاز ذات نفسها. مثلا نضيف ديت، كل برضك حسب حرية الشخصية. اوافق ولا نفعله. دي الخلفية المداير يعني. مثلا نخليها ديت برضك. مثلا هكذا. وديت العلامة بتاعت خلاها احمر. ودي تنزلوا سمات. وهنا ممكن نقفل التطبيقات، مثلا ماسنجر نفعل الاول. نفعله من جوه الجهاز عشان التطبيق يشتغل. كده فعلناه. الماسنجر مثلا الواتس كده 3 واتس. مثلا الفيسبوك زي ما انتم شايفين كده. هيجيلكوا الاعدادات قفلت لوحدها. نعمل اغلاق فتحة قصدي عذرا. وهنا يمكن تضيف اي صورة على الجهاز ذات نفسها، مثلا زي الصورة دي كده او زي ما انتم شايفين هكذا. صورة مثلا زي دي كده اهي. نتك علامة القفل ووافق. وكده تم العملية بنجاح. وافق. نيجي نخش على الاستوديو، مش موجود اي حاجة. عشان نفتح البرنامج تاني هكذا.
شوفوا برضك شكل الخلفية بقى خرافي واللون جميل. نقدر نخش هنا نقدر نطلعها برا البرنامج، وكده البرنامج يكون شغال معاك اهوت زي ما انتم شايفين، مفيش اي مشكلة. وكده خروج من البرنامج البرنامج مش موجود هنا خالص، مش موجود. وكده يبقى شرحنا خلص معاكم، وكان معاكم أسامة إبراهيم من قناة أفضل تحميلات. وياريت الاشتراك في القناة واللايك، سيصلكم كل جديد يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.